يا جلول ارحل يا جلول ارحل يا جلول ارحل يا جلول هي تتم لمسار حزمه من الاجراءات الاداريه اللي تحدثها نقابه التعليم الثانوي بالتنسيق مع الخيال التعليم الجاشي. اليوم المعلمين والمدرسين في التعليم الثانوي وصلوا رسالتهم المعتاده الى رئاسه الحكومه اننا لا نريد وزير يهين المراقبين ويدمر المدرسه العموميه، ولكن بعد الاجراءات الجديده وبعد التصريحات الجديده لرئاسه الحكومه ووزاره الماليه والتعيين الجديد على راس الوظيفه العموميه، نحن امام صوره اكثر وضوح لان هناك مشروع حكومي كامل لاستهداف كل ما هو اجتماعي، لاستهداف ما تبقى من الراي العام من القطاع العام ونحن ايضا سنوصل هذه الرساله لاننا كمربين نرفض هذا التوجه، نرفض هذا النهج الذي يدفع ضريبته الفقراء ويدفع ضريبه العمال. سنرفع شعار لا للتفويت، سنرفع شعار لا لبيع القطاع العام، سنرفع شعار لا للاجراءات المجرمه في حق العمال والطبقات الوسطى والطبقات الفقيره، وسنسير في مسيره الى الاتحاد عن كرسي الشغل واصحاب النضال محمد علي حتى نثبت قيادتنا، لاننا نعتقد ان المعركه تحتاج الى كل السواعد، تحتاج الى كل المناضلين، تحتاج الى كل الصادقين في تونس، لانه اليوم المشروع اصبح مباشر والمشروع فيه استهداف مباشر لكل ما هو اجتماعي، لكل ما هو حقوق الفقراء في البلاد. وما دام الاتحاد موجود، ما دامت حقوق الفقراء ستصان نضالا، ستصان تصديا، ستصان صمودا. واعتقد ان هذه رساله اولى والرسائل ستاتي تباعا من كافه القطاعات.